جربي تعملي البطاطس بالطريقة دي وهتعجبك جدا، مش هتبطلي تعمليها، حاجة كده جميلة قوي. دي بطاطس طريقة سهلة قوي قوي وهتعجبك جدا جدا، وممكن بقى انت تنوعي وتغيري في الحشوة بتاعتها براحتك جدا. دول معايا بطاطستين، 2 بطاطس تمام. إيه كانوا كبار. إيه سلقتهم كويس جدا وهرستهم، هحط عليهم بقى 3 معالق نشا كبار، وهتبلهم بقى اللي هو ملح وفلفل وبهارات كده، وهبدأ بقى ايه اهرسهم تاني واعجنهم بقى، افضل اعجن فيهم كده كويس لحد بقى ما يدوني عجينة حلوة كده في ايديا. بصي العجينة بتبقى كده زي ما انت شايفة كده، ويفضل انك تعجنيها بايديكي، يعني متحطهاش في الكبة كله كده بالمعلقة او بالشوكة او بهراسة، وتعجنيهم. بعد كده بقى الحشو ممكن تحطي اي نوع جبنة انت حابة تحطيه. انا ما حبيتش احط جبنة، حطيت بقى ايه حشو كده انا بطريقتي، بطريقة حلوة جدا جدا هتعجبكم قوي. حطيت فلفل الوان اللي هو احمر واصفر، ممكن اي لون برضو انت تحبيه. وكان قطعتين فراخ بس، 2 بس، فرمتهم كل الحاجات دي فرمتهم مع بعض، وبصلايه صغيره جدا. وحملتهم على البوتاجاز كده، شوحتهم مع بهارات برضو ملح وفلفل وبهارات، تشويحه بس كده بمعلقتين زيت بس وخلاص. هبدأ بقى اخد من الحشوه دي واعمل بقى زي ما انتم شايفين كده، وابدأ بقى احشيها بالطريقه دي كده، بطريقه سهله قوي قوي، سهله جدا جدا، وكانت طعمها فظيع جدا، هتعجبكم قوي، جربوها، حلوه قوي، الاطفال يحبوها قوي. هاخد بقى كده وابدأ احشي، سهل قوي، وطريقة حشوها سهل وبسيط جدا جدا. شايفين كانت جميلة جدا زي العجينة كده، اللمساء الجميلة الحلوة كده في ايديكي. هنا بقى كده خلاص كنت خلصت بقى. يفضل يعني جدا انك تعمليها في طاسة ما تكونش لاصقة، يعني يفضل ان هي الطاسة تكون طاسة تيفال افضل. فانا عملت بقى في الطاسة دي كانت معايا إيه، هتحطي فيها معلقة زيت، وتبدأي توزعيها كده بالفرشة او توزعيها كده بالمعلقة، اهم حاجة تكون مسخنة كويس، وتوزعي فيها اي مادة دهنية، وتبدأي بقى ايه تحطيها وتعمليها بالطريقة دي كده، مش قادرة اقولك فظيعة جدا جدا. وممكن تقليها في الزيت بس، ممكن تعمليها بالطريقة اللي انا عملتها كده، بتطلع نتيجتها هايلة جدا، جربوها تبقى حلوة قوي قوي، وكانت فظيعة جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم، يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.